صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. حلقة النهارده هنطلع بره شوية عن الكائنات الفضائية والشخصيات التاريخية والتاريخ عموما. النهارده هنخش سيكة كده في علم النفس. مش هنتوغل فيه قوي، احنا هنتكلم بس على طريقة من الطرق اللي احنا بنحل بيها المشاكل او باننا بنواجه بيها الامور اللي عندنا. الطريقة دي اسمها 6 Thinking Hats. ده كتاب اتألف سنة 1985 عن طريق واحد ادوارد دي بونو، هو اسمه كده. الراجل ده ألف نظرية جميلة جدا، ان انا لما اجي اقابل اي مشكلة او اقابل اي امر قدامي لازم ابص على المشكلة من 6 وجهات نظر مختلفة علشان اقدر اقيمها تقييم كويس وان انا اختار حل مناسب للمشكلة. ال6 وجهات نظر دول اسمهم 6 هاتس. ذا فيرست هات اللي هي اول طاقية، ذا وايت وان اللي هي الطاقية البيضاء. دي بتتكلم عن الحقائق والمنطق والحيادية. اللي احنا مثلا ناخد فور اكزامبل، ناخد مثال عليها، ان احنا مثلا عايزين نشتري عربية. فالوايت هات بتقول لنا ايه؟ نشوف الفلوس اللي معانا قد ايه، سعر العربية قد ايه، هل سعر العربية دي هل هيتناسب مع الفلوس اللي معانا، هيوقعنا في مشكلة ولا لا. دي اول طاقية. ذا سكند هات الطاقية الحمراء، ذا ريد وان. الطاقية الحمراء دي بنتكلم من خلال الغريزة أو العاطفة أو الإحساس بتاعنا. برضو المثال عليها نفس المثال العربية ده هيكمل معانا شوية. نفس المثال العربية، إن إحنا لو اشترينا العربية دي هل هيبسطنا؟ هل إحنا هنكون ساتسفايد مرضيين إن إحنا معانا بقى عربية؟ هل هنخش في مستوى اجتماعي أعلى شوية فهيحسسنا بالرفاهية عنها؟ فبنتكلم من خلال الطريقة دي. The third one، الطريقة الثالثة، The black one اللي هي القبعة السوداء. دي بتميل شوية بقى للحذر والتنبؤ بالنتائج السلبية. خش برضو على مثال العربية اللي احنا عايزين نشتريها. احنا هنبص عليها من طريقة احنا بنعرف نسوق ولا لا، هل لو ما بنعرفش نسوق هل هنخبط بيها، هل هنعمل حادثة، ده هيؤدي ان احنا هنخسر فلوس كتيرة، هل ده ممكن ان احنا نخسر روحنا احنا نفسيا. فده دايما بيتوقع النتائج السلبية للامر عشان نقدر نوزن الامور. ذا فورد وان الطريقة الرابعة زي يلو وان، الطريقة القبعة الصفراء. دي دايما بتدعو للتفاؤل. يعني مثلا برضو على مثال العربية، ان احنا لو اشترينا عربية ده هيخلينا في مستوى اجتماعي اعلى، ده هيخلينا نتعرف على ناس احسن، ده هيخلينا في مكانة اعلى، ده هيخلينا ناخد مشاورنا بطريقة اسهل واسرع وانجز. فدايما بيخش عليها من طريقة متفاعلة. بعد كده بنخش القبعة الخامسة اللي هي القبعة الخضراء. دي دايما بتخلينا نفكر بإبداع ونفكر بره الصندوق. اللي هو احنا مثلا لو برضو عن نفس مثال العربية، لو جبنا العربية هنقدر نشتغل بيها، اللي مش هنقول شركة معينة عشان ما يبقاش إعلان أو دعاية، هنقدر نشتغل بيها نوصل بيها ناس، نقدر نزود فلوس كتيرة. هنقدر ناخدها أنا وأصحابنا ونطلع بيها مثلا الساحل أو نطلع بيها دهب، وده هيعلي من نفسيتنا. هنقدر نعمل بيها مشروع معين. فده بيفكر بره الصندوق. ذا لاست وان ذا بلو هات اللي هي الطريقه القبعه الزرقاء. دي بقى هي اللي بتعمل كنترول وبتعمل مانجمنت في اتخاذ القرار. دي اللي بتقعد بناء عن الخمس طوائق اللي فوق او 5 وجهات النظر اللي فوق، هي اللي بتاخد اسلم حل للمشكله اللي احنا فيها دي او للامر اللي احنا بنواجهه. وفي شركات كبيره وشركات ناجحه زي شركات مش هينفع برضه نقول اسمها، بيعملوا اجتماعات بالطريقه دي، بيعملوا حاجه اسمها برين ستورمنج اللي هي بيعملوا عصف كده في الدماغ. انت واحد معين انت مسؤول عن ذا بلاك هات، وانت مسؤول عن ذا يلو هات، وكل واحد مسؤول عن عرض الاجتماع بوجهة نظر معينة وبيقاتل عليه. لا احنا هنعمل كذا، مش هنسمع دايما للبلاك هات لوحدها، او مش هنسمع دايما لليلو هات انها تكون متفائلة زيادة عن اللزوم فتلبسنا من الحيطة. كل واحد بيقعد يعرض وجهة نظره من خلال الاتجاه بتاعه، وفي الاخر خالص ذا بوس اللي هو بقى ايه اللي مدير الاجتماع يكون معاه البلو هات اللي هو الطريق القبعه الزرقاء اللي هي مسؤوله عن اتخاذ القرار وبتفكر بقى بتحكم شويه. هو اللي بيسمع جميع وجهات النظر وفي الاخر بناخد القرار، بيكون ان شاء الله القرار السليم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. وبجد أنا بشكركم جدا 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 على الكومنتات الجميلة اللي أنا بسمعها منكم. ولو في أي حد عايز يتكلم في أي موضوع ده يسعدني جدا. وبس كده يا سيدي، أشوفكم دايما على خير. سلام.